أهلا وسهلا، مساء الخير بالجميع. من أطيب الكيكات المثيرة للجدل على مر العصور هي كيكة الشوكولاتة. وبرغم وجود أنواع هواية من الكيك، بس تبقى كيكة الشوكولاتة هي المميزة وهي أطيب وحدة على الإطلاق. أما موضوع صوص الشوكولاتة هذا موضوع آخر. أكو أنواع عديدة، أكو الجاهز اللي تحطي له بس حليب وتخليه على الطباخ، أو أكو اللي تحطين شوكولاتة وكريمة خفق. بس اليوم اللي أنا استخدمته الجاهز اللي حطيت له كوبين حليب وتحطيه على الطباخ كأنما تسوين محلبي، مجرد أن يثقل يصير ثخين تديريه فوق الكيكة مثل ما موضح عندك. اليوم استخدمنا الطحين المتعدد الاستخدامات، بالتركي يسموه أون، واستخدمنا 5 بيضات شنو بعد. حضرت كل شيء. أول شيء القالب مال الكيك أهم شيء طبعا، هذا القالب دائما استخدمه، وهذا قالب فافون جديد استخدمته اليوم لأول مرة. ندهن القالب انتي اللي يعجبك، اما زيت ورشة طحين. أنا اليوم استخدمت الدهن الحر وشوية رشة طحين خفيفة على مود الكيكة ما تلزق بالقالب. بهالطريقة تجهزين القالب. أنا قبل كل شيء أجهز القالب، وجهزت كل شيء ونسيت الشكر، كان طلعت الكيكة فاهية. كوب شكر وكوب حليب تستخدمين. نخفق البيض ويا الفانيلا، وبعدين نحط الشكر. بس شنو، نعطيها 10 دقائق للبيض على مود شوية يصير بيه رغوة، أو نقول يصير كريمي القوام. هنا بالخطوة الثانية أنا سرعت من الخلاط. البرتقالة اللي استخدمتها عصير البرتقالة وبرش البرتقال، تنطي نكهة كلش طيبة للكيكة. وإذا عندك رشة هيل مطحون تطلع فشي، بس أنا كنت مخلصة هيل. هنا عليت درجة الخلاط على مود البيض والشكر والفانيلا وعصير البرتقال يصير ميكسينج يخبل. كوب زيت، أنا هنا ما حطيت كوب زيت، يعني نقول 3/4. طبعا مو شرط يكون عندك هذا الكوب، مثلا قلاص تستخدمين المقدار مالته للكل شيء، للطحين وللزيت وللحليب. هنا أنا حطيت كوب حليب، الطحين أنا ضفت كوبين طحين. من تضيفين الطحين ضيفي بطريقة تدريجية، مو دايركت كل الطحين ضيفي. كوبين طحين ونص كوب نشا. البيكنج باودر ضفت أني كيس ونص، الكيس 10 غرامات، كيس ونص يصير 15 غرام، وتضيفيه بآخر خطوة. هنا كملنا العجين. شوية هذا الفيديو طويل، أحاول أشرح بيه كل الأشياء اللازمة لنجاح الكيكة. هنا استخدمت الشوكولات شيبس، أو يسموها أقراص الشوكولاتة، بالتركي يسموها داملا شوكولاتة. الداملا معناتها قطرة، بس يعني هاي القطع الرقيقة من الشوكولاتة اللي تستخدم بعجينات الكيك. الفرن لازم يكون مجهز مسبقا على درجة حرارة 180، ونص ساعة كاملة ما تفتحين باب الفرن وإلا تهبط الكيكة. ورا نص ساعة تشيكين الكيكة بواسطة عود خشبي أو بواسطة السكينة. إذا طلعت السكينة شوية بيها فشي ظاهرة من العجين، بعد معناتها بعدها ما مستوية. إذا طلعت صافية معناتها مستوية وأوكي. شوف القالب، طلعنا الكيك، جاهز الكيك. طبعا أنا أصور ويقولون يلا خلصينا على مود ناكل. بالنسبة لصوص الشوكولاتة مثل ما ذكرت ببداية الفيديو، أنا استخدمت الصوص الجاهز. حطيت قلاصين حليب وذوبته أول مرة قبل ما أخليه على الطباخ، مجرد أن يثقل تخليه فوق الكيكة، حتى لو هو حار ماكو أي مشكلة. ضفنا صوص الشوكولاتة. وبالنسبة للزينة، أي شيء تقدرين تزينين بيه، مبروك جوز هند، فستق، أكو أشياء عديدة موجودة بمحلات تزيين الكيك تقدرين تزينين بها صوص الشوكولاتة، لأنه هو مميز فيصير الزينة فوقها حلوة.
بالنسبة لأسباب نجاح أو فشل الكيك، الطحين لازم نشوفين تاريخ الصلاحية، البيكنج باودر لازم مدعو فيه مفتوح، لهذا نستخدم هذه الأكياس الصغيرة تكون هواية أفضل من الباودر اللي تستخدميه تحطيه بشيشة. الفرن، حرارة الفرن شوفي أنت شنو اللي عندك بالضبط، لازم يكون على 180 درجة ويكون ينطي حرارة متساوية لكل أجزاء الكيك. والبيض أيضا لازم تتأكدين منه، وأنه ما تفتحين باب الفرن طول الأول نص ساعة الأولى. وطلعت بهذا الشكل كيكة الشوكولاتة الرائعة، طبعا أنا كلش أحبها. أتمنى تكون استفاديتوا من هذا الفيديو. شكرا جزيلا وشكرا على استماعكم.